لما اقول لكم ان نادي بيراميدز معمول مخصوص عشان يوقع النادي الاهلي تصدقوني، لان التصريحات اللي قالها ابراهيم عادل امبارح والتصريحات اللي قالها محمد ناجي جدو المدرب العام لنادي بيراميدز وضحت كل حاجه. وضحت ان اداره بيراميدز بتدفع ملايين الدولارات عشان بس تخلي النادي الاهلي ما ياخدش اي بطوله، عايزه توقع النادي الاهلي باي طريقه. بالنسبه لها ان النادي الاهلي ما ياخدش اي بطوله في الموسم كده هي خدت كل البطولات، مش فارق معاها هي تاخد بطوله ولا ما تاخدش، اهم حاجه عندها النادي الاهلي ما يتوجش باي بطوله. وعرفنا من التصريحات دي ليه مباراه نادي الزمالك ضد بيراميدز بتبقى واخده طابع الودي، وان لعيبه بيراميدز ما بتحزقش ضد نادي الزمالك زي ما بتحزق ضد النادي الاهلي. تعال اقول لك بقى على التصريحات اللي قالها ابراهيم عادل. ابراهيم عادل قال لك ان مباراه النادي الاهلي اهم مباراه في الموسم عند اداره بيراميدز، وبتحط لك مكافآت استثنائيه في المباراه دي بالذات، والمكافآت دي ما بنشوفهاش في مباراه نادي الزمالك ولا مباراه دوري ابطال افريقيا اللي اهم من الدوري المصري. وبحس ان مباراه النادي الاهلي حاجه كبيره قوي 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 عند اداره بيراميدز. ومحمد ناجي جده قال لك ايه بقى؟ قال لك ان احنا عندنا غيابات في مباراه نادي الزمالك، عندنا 4 غيابات في مباراه نادي الزمالك، مصطفى فتحي وزلاك ووليد الكارتي والشيبي، الاربعه دول هيغيبوا عن مباراه نادي الزمالك، بس الاربعه دول هيكون منهم 3 في مباراه النادي الاهلي. هيكون منهم مين؟ وليد الكارتي وزلاكا والشيبي هيلعبوا مباراه النادي الاهلي، بس مش هيلعبوا مباراه نادي الزمالك. عرفتوا ليه دلوقتي مباراه نادي الزمالك ضد بيراميدز تبقى واخده طابع الودي؟ علشان مش فارق معاهم اللعيبه تلعب مباراه نادي الزمالك ولا ما تلعبش. احنا ممكن نريح اللعيبه من مباراه نادي الزمالك بس ما نريحهاش في مباراه النادي الاهلي. ابراهيم عادل قال لك كمان ان المدربين بيغيروا خططهم ضد النادي الاهلي وما بيغيروش خططهم ضد اي فريق تاني. عرفتوا بقى ليه لعيبه نادي بيراميدز بتحزق قوي ضد لعيبه النادي الاهلي؟ لان في مكافآت، والمدربين بتوعهم بيغيروا الخطط مخصوص، وبقى في شحنه حماس عاليه قوي للاعيبه بيراميدز عشان تكسب مباراه النادي الاهلي بالذات. انما مفيش مكافآت في مباراه نادي الزمالك، مفيش تغيير خطط في مباراه نادي الزمالك، اللعيبه بتريح في مباراه نادي الزمالك، بيبقى في اصابات في مباراه نادي الزمالك، فبالنسبه لهم مباراه نادي الزمالك مباراه وديه، ومش فارق معانا نادي الزمالك ياخد الدوري ولا ما ياخدش. اهم حاجه عندنا النادي الاهلي هو اللي ما ياخدش الدوري، انما لو نادي الزمالك خد الدوري كأن بيراميدز هو اللي خد الدوري. عرفتوا ليه دلوقتي اداره بيراميدز بتدفع ملايين الدولارات عشان توقع النادي الاهلي؟ فاتمنى من لعيبه النادي الاهلي تحس على دمها، واتمنى التصريحات دي بالذات توصل لعيبه النادي الاهلي، ولاعيبه النادي الاهلي تاخد ال4 مباريات اللي جايين حياه او موت، بالذات مباراه نادي الزمالك ومباراه نادي بيراميدز. انا عايز اللعيبه تاكل النجيله في المباراه دي بالذات، يا المكسب يا الموت. اتمنى لعيبتنا تطلع رجاله وتكسب سكور في المباريات دي بالذات، وان شاء الله ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تكون رجاله والتصريحات دي توصل لها وتكسب ال4 مباريات ويتوجوا بالدوري باذن الله. وساعتها الدوري ده هيبقى من اهم الدوريات في تاريخ النادي الاهلي، لان الكل عايز يوقع النادي الاهلي، وباذن الله النادي الاهلي مش هيقع. بس كده، يلا سلام.